هقطع البصل لمكعبات صغيرة بالحجم ده، وهفرم كمان فصين من التوم. زيت، زبدة، هنزل بالبصل والتوم ياخدوا تشويحة لمدة دقيقتين لحد ما يوصلوا للون ده، وهسيبهم يبردوا على جنب. هفرم الفراخ في محضر الطعام، بعد دقيقتين الفراخ هتبقى بالقوام ده. طبق واسع بزود فيه الفراخ اللي فرمتها، البصل بالثوم اللي شوحتهم، كوبايه بقسماط خشن اللي هو البانكو او نص الكميه بقسماط ناعم، بيضه، حليب، مرقه فراخ فوريه، بهار حلو، جوز الطيب، فلفل ابيض، رشه ملح نظبط الطعم ونعجن كويس قوي. هغطيها وادخلها التلاجة نص ساعه. بدهن ايدي زيت بسيط وبشكلها لاقراص مدوره بالحجم والسمك ده. نسخن الطاسه كويس، شويه زيت زيتون، ننزل بالكفته واحده واحده على نار وسط لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجهات. مش هتحتاج اي وقت في التسويه، نوصل للون ده ونخرجها على طول. وفي نفس الطاسه زبده، دقيق، بديهم تقليبه مع بعض لحد ما يوصلوا للون ده، مرقه فراخ، كريمه، مستردة، صويا صوص، رشه ملح نظبط الطعم ونقلب. برجع عليهم بالكفته وبقلبها في الصوص وبسيبها 7 دقايق على نار هاديه. نقدمها مع بطاطس بيوري ورشه بقدونس. قدموها ساده او مع صوص، طريه جدا من جوه، رهيبه يا جماعه ولازم تجربوها.